السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناه شهوات يوميه بسيطه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم خبز توست اللي كيجي رائع، يعني مصايب في الدار احسن من اللي كنشريو، وبمقادير اللي هي بسيطه وكيجي غزال بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الماء دافي، غادي نضيف ليهم معلقه كعمره مزيان ديال السكر الاسمر، ممكن تعوضوه بمعلقه ديال العسل. غادي نضيفوا الملح. بالنسبه للملحه غادي تستعملوا يعني القياس اللي كتفضلوا، كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيبغي يدير الحاجه مسوسه. غادي نضيفوا عليها الخميره الكيميائيه عفوا الفوريه، غادي نضيف 2 معالق عامرين مزيان صغار. انا ضفت هذه الكميه لان الجو بارد، يعني باش كتعطي دغيا كتخمروا داكشي، ماشي بحال الصيف. الصيف يعني ممكن تستعملوا كميه قليله من هكا. غادي نضيفوا 2 معالق ديال الزيت، 3 معالق ديال زيت الزيتون. كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا لينا. صافي، وكنبداو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه حنا حتى كنخلطوا. صافي كنحاولوا نخلطوا مزيان. صافي كما كتشوفوا هذه هي الطريقه. دابا غادي نخلط مزيان المكونات غير بهذا الفويل، من بعد غادي نستعملوا يدينا، يعني ضروري العجينه اللمس، اما خص تستعملوا العجانه ولا تستعملوا يديكم باش كتخدموا هكا الدقيق مزيان. من بعد غادي نضيف شويه ديال الدقيق وغادي نحاول ندخل العجينه الهواء باليد ديالي، والعجينه كنخليوها جاريه، يعني ما كنتقلوهاش. يعني هاد الطريقه اللي استعملت معكم اليوم، اللي شاركت معكم، راها سهله. يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش نحضروا خبز التوست ديالنا، هذه اسهل طريقه، يعني كتجي سهله وسريعه، يعني ما فيهاش كثر التعقيدات، وكتعطي نتيجه اللي هي زوينه. كيجي خبز التوست اللي هو خفيف ولذيذ. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كامله كما هي.
كتشوفوا معايا من بعد ما خمرات لينا العجينه كنخويوها من الهواء وكنديروها في المول اللي غندخلوه للفران. انا كيف ما كتشوفوا رشيت لها شويه ديال الزريعه منقيه وشويه ديال البوافون. ممكن تستعملوا هكا زريعه الكتان. من بعد ما خليتها خمرات مره اخرى واحد 20 دقيقه حتى كتنفخ بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي نشعلوا الفران من التحت ومن الفوق وغادي نحطوا اللاطه ديالنا في قريبه من النار لتحت، وكان ضروري كنشعلوا عليها من الفوق ومن التحت. صافي. بالنسبه لي عندها الفران ما كيشعلش من الفوق ومن التحت ممكن تشعلها من التحت وتنقص عليه النار. هنا كيف ما كتشوفوه هنا باقي سخون. قطعت معكم غير هاد الطريف لان فاش كيكون باقي سخون تيكون كيتفرتت. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو خبز التوست ديالنا كيجي رائع وزوين بزاف. النتيجه اللي كتجي غزاله وكيجي لذيذ وكينفعنا هكا الوليدات للفطور المدرسه لينا حتى حنايا، وشي حاجه اللي كتبقى مصايبه في الدار كتجي لذيذه كيف ما كانت. وشكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. واللي ما مشتركش معايا في القناه يخلي لي اشتراك وتعليق زوين. مع السلامه.